صباح الخير. مش قادرة اتخيل ان في امهات لسه لحد دلوقتي بتعمل ده. مش قادرة اتصور ان الامهات مش واصلة لدرجة الوعي الكافي اللي تقدر تحمي بيه ولادها. ازاي يا جماعة ده بيحصل؟ ازاي انتوا سايبين ولادكم بالطريقة دي وبالمنظر ده؟ اللي هتسمعوه كمان شوية مهم تسمعوه، مهم تعرفوه، مهم تتجنبوه عشان خاطر ولادكم. بتقول كرهت ابني. هو في حد ممكن يكره ابنه؟ الكارثة ابنها ده عنده 3 سنين ونص بس. طب يا ست الكل، كرهتي ابنك ليه؟ كرهت ابني عشان شقي، عشان مفيش حاجة غلط ما بيعملهاش، عشان على طول بيتنطط وبيلعب وعلى طول بيعمل حاجات غلط وبيجري في كل اتجاه ومش ملاحقة عليه، لدرجة ان كل الناس بدأت تقولي الله يكون في عونك، وديه لدكتور، ابنك ده متخلف عقليا، ابنك ده عنده مشكلة، لازم تعالجيه، لازم توديه لدكتور. بدأت أكرهه وبدأت أعامله وحش، وكمان بدأت أضربه وبدأت أسمعه كلام كتير يضايقه ويزعله لحد ما يعيط. المصيبة والمشكلة الأكبر إن أنا قلبي ما عادش بيوجعني عشانه. أنا ما عندش بلوم نفسي. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا لما الناس اللي حوالين الأم يوصلوها لمرحلة إن طفل، لسه طفل يعتبر بيبي 3 سنين ونص، يتبهدل ويتمرمط المرمطة دي كلها، وفي الآخر الأم كمان مش حاسة بتأنيب ضمير ولا ذنب بسبب إنه الناس فضلت تأثر عليها. أنا قلت لها كلمة: ابنك ده طفل، وظيفته في الحياة لحد سن 6 سنين و7 سنين هي اللعب واللعب فقط. هو مش عايز منك حاجة غير انك تسيبيه يلعب وتأمني له كمان المحيط بتاعه انه لما يلعب ما يتأذيش. الناس حضرتك اللي بيكلموكي عشان يقولوا لك الله يكون في عونك وابنك وحش وابنك متخلف عقليا واكشفي له واعملي له، الناس دي بتعمل اسقاط عليكي وعلى ابنك عشان انتي ساكتة وعشان انتي بتشتكي منه. جربي حبي ابنك زي ما هو، وكل ما تبصيله وتلاقيه بيعمل حركة اعرفي ان هو مش هينمو ولا يكبر بصحة نفسية جيدة وينمو صح غير لما يعمل الحاجات دي. ولازم يتشاق ولازم يتنطط ولازم يكسر لازم يعمل الحاجات دي. لو ما عملش الحاجات دي يبقى عنده مشكلة، وساعتها انا اللي هقولك لازم يروح لدكتور. لو طفلك بيقعد ما بيعملش حاجة في السن ده وقاعد ساكت وهادي وحاضر ونعم، ابنك عنده مشكلة. لو ابنك بيتحرك وكله حيوية ولعب وحياة وضحك وفرح، ابنك سليم. بالعكس، مش سليم وبس، ابنك ذكي جدا جدا جدا. مفيش دكتور هيعمل له حاجة في السن ده. يعمل له ايه؟ ده طفل. اي دكتور او اي اخصائي هتروحي له بابنك هيقولك ده طفل، ده طفل عادي بيلعب. المشكلة مش فيكي ولا فيه، المشكلة في الناس. حضرتك ما تروحيش بيه اماكن هو ما يعرفش يستمتع هناك، ما يعرفش يلعب، ما يلاقيش ضلته، ما يلاقيش هعمل ايه. هيروح مكان ما فيهوش لعب، متخيله هيعمل ايه؟ يتنطط على الكراسي، هيدور يسلي نفسه ازاي؟ طب انا كده الغلطه غلطتي ولا غلطته؟ لا، غلطتي انا كأم. لما باجي اخرج خلاص انا بقيت ام، انا قررت اكون ام وبقيت ام وبقى عندي طفل خلاص. لما اجي اخرج في مكان مناسب لابني ينفع ابني يخرج فيه. انا بدور على اماكن فيها كيدز اريا قبل ما اخرج لابني، قبل ما اخد ابني معايا واخرج بيه. الله، امال هو هيقعد جنبي على الكرسي؟ هل ده منطقي؟ هو انا نفسي لو خارجه مع حد من صحابي بفضل قاعده على الكرسي ساكته ما بتكلمش، ولا بنفضل نهري ونضحك ونهزر وكف على كف ونتكلم ونفضل نرغي؟ طب هو معهوش حد، هيعمل ايه؟ هيتصرف ازاي؟ هيدور يسلي نفسه. يقوم لما يسلي نفسه نقول عليه متخلف عقليا؟ يقوم لما يسلي نفسه نقول عليه ده مش كويس؟ يقوم لما يسلي نفسه نقول عليه ده شقي والله يكون في عونك؟ حضرتك اوجدي لابنك مكان يتبسط فيه وانتي كمان تتبسطي، او
ما تخرجيش مع ناس بيأذوكي وبيأذوا ابنك بالكلام السلبي. لكل ام ولكل اب، ابنك اللي في عمر ال3 سنين وال3 سنين ونص والسنتين وال5 سنين حتى ما ينفعش يخرج معاك في مكان ملوش متعة فيه. طب ايه الحل؟ يعني ايه؟ يعني نتحبس في البيت؟ لا، ما تتحبسوش في بيوت. يا اما هتخرجوا مع ناس عندهم اطفال، فلما هتتجمعوا انتوا هتقعدوا وهم هيجروا ويلعبوا ويتنططوا، يا اما هتروحوا اماكن فيها كيدز اريا ومنطقة للاطفال، يا اما حضرتك او حضرتك وانتوا خارجين مع اولادكم هتاخدوا لهم من البيت العاب ينفع يلعبوا بيها في مكان عام بره، وليكن كراسة والوان، بازل، كونكت فور، اي العاب تخلي الطفل قاعد مستمتع وبيلعب. والنصيحة الاخيرة ما تطولوش في خروجه زي كده، لان هم هيملوا وهيبقوا عايزين يغيروا، وده طبعهم ودي فطرتهم اللي ربنا خلقهم عليها. كده يبقى احنا عرفنا المشكلة فين، يا ريت نعالجها. ويا ريت لكل اصحاب المامز ولكل القرايب والاهل بطلوا التعاطف السلبي السام الضار. بطلوا تقولوا لاي ام الله يكون في عونك، سيبوها في حالها، لو سمحتوا سيبوها في حالها.